السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتساعد على حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه بلانك ستريت كوفي. التطبيق ده مساحته 67 ميجا، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده تطبيق امريكي موجود في الولايات المتحدة الامريكية. تطبيق كافيه او تطبيق قهوة، عبارة عن عربية قهوة موجودة في الشارع. مش عربية واحدة، موجودة ليها أكتر من فرع في الولايات المتحدة الأمريكية. بتقدر إن أنت تحصل منها على مشروبك المفضل. محتاج بقى تشرب قهوة، تشرب شاي، تشرب أي عصير، تشرب تاكل مخبوزات، حاجات حلوة. بتقدر إن أنت تطلبها من خلال التطبيق ده وتقدر تعرف سعرها. تقدر تعرف السعر بتاعها وتقدر تبقى عارف الطلب بتاعك هيجهز في خلال قد ايه، بحيث مثلا لو انت رايح الشغل بتاعك وهتعدي على المكان ده تقدر انت تطلبه قبل ما توصل، يعني بحيث ان انت اول ما تنزل من بيتك تطلبه، بحيث انك اول ما توصل المكان ده يكون الطلب بتاعك جاهز تستلمه على طول. وتقدر كمان ان انت تدفع من خلال الفيزا كارت او اي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني. مش مهم يعني يكون الدفع يكون كاش. وتقدر تستمتع بكاش باك بيجيلك او هدايا بتجيلك لما بتتعامل كتير على من خلال التطبيق ده. يعني لما تتعامل مع الكافيه ده كتير وتشتري منهم حاجات كتير وتتعامل مع التطبيق كتير، فبيقدر يجيب لك خصومات او هدايا. يقول لك مثلا النهارده مشروبك النهارده علينا، المشروب النهارده مجاني، حاجات زي كده. ده الغرض من التطبيق وفايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة لان هو موجود في الولايات المتحدة الامريكية فقط لا غير. ملهوش فروع تانية في كل بلاد العالم، بالإضافة لأنه فروعه مش منتشرة كتير قوي برضه في الولايات المتحدة. ده عيوب التطبيق. بس كده يعتبر أصلا شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق لا تدوس لايك الفيديو. لو عايز شرح التطبيق معايا، ريت لي في الكومنت لو شفت ميزة أو عيب للتطبيق في أي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.